كده ان مشكله هالاند ان هو جه في زمن افضل لاعب في تاريخ الكوره وهو ميسي اللي النهارده بياخد جايزه ذا بيست للمره اللي ما تعدش. بص هو راجل مش بتاع، بص اللي هو اخواتي انا مش بتاع جوائز، بس وقعت قدامي صفقه جوائز لمده 5 سنين فهفضل المها، وما تقوليش بسبب كاس العالم هو مش موجود. يا جدعان ميسي طول ما هو بيلعب كوره ده يستحق جايزه، كونه بيلعب كوره ده اصلا يستحق جايزه لحد دلوقتي. اللي هو ايه ده النهارده في ميسي موجود في العالم يبقى ميسي ياخد اي جايزه فرديه على الارض. هالاند انا بقول لك اهو ان هالاند لو ميسي مش موجود هالاند ياخد كل البطولات الممكنه. يعني الراجل هداف دوري ابطال، ده هداف الدوري الانجليزي، واخد دوري ابطال، واخد دوري انجليزي. بص زي ما تقول قول، لكن ميسي بيلعب. بص دي الحكايه، هي ده الفكره ان ميسي بيلعب. وطبعا هم شرحوا اسباب جائزه ذا بيست اللي ميسي خدها، اللي هو الهدف رقم 100 مع الارجنتين، والراجل اللي واخد الدوري الفرنسي مساهم فيه، واخد الدوري الفرنسي، وكل الكلام الحلو ده. بس انا مش مقتنع، انا واحد من محبين ميسي. هالاند يستحق الجائزه مليون في المية، بس ده ميسي. يعني اللي هو ايه، ما تقدرش تقول ده ميسي خدها يا حرام، ده ايه ده سرقه. ميسي يا اسطى انت بتتكلم في ايه؟ الدوري طبعا جايزه افضل مدرب محسومه كده كده من اول الموسم لجوارديولا اللي برضه نفس ميسي. يعني واحد زي جوارديولا المفروض كل موسم يدوا جايزه افضل مدرب، لكن يستحقها طبعا. الراجل عمل انجازات خرافيه مع السيتي، بيكسبهم اول دوري ابطال في تاريخهم، فدي ما فيهاش جدل. هي الجدل كلها على حكايه ان ميسي، لدرجه ان ميسي اصلا في التصويت بتاعه قال لهم انا مصوت، يعني التصويتات بانت لقيته مصوت لهالاند على حساب الفاريز، اللي هو حد عارف اللي هو ايه، عايز ياخر هالاند ده عنه فيرشح الواد اللي هو مهاجم فريقه مهاجم منتخبه الفاريز. لكن الراجل مرشح هالاند ومبابي وبعد كده الفاريز، يعني هو اصلا حاطط هالاند في الصداره، اللي هو هالاند يستحق الجائزه. فانا ما عنديش خلاف جدا ان هالاند يستحق جائزه الكره الذهبيه، ممكن رغم ان ميسي طبعا كاس العالم يغني عن اي حاجه، فميسي كان يستحقها برضه. لكن ذا بيست دي بالحاجات الاسباب اللي هم قالوا ان ميسي واخدها عليها، بالتالي ما تستحقش اكتر من اسباب هالاند، الراجل اللي كان مكسر كل الدنيا بالارقام. بس ده ميسي.